اهم 15 يوم في ثانويه عامه. زي دلوقتي السنه اللي فاتت نفس الحاجات دي بالظبط انا كنت بعملها، والحمد لله كانت ظبطتني في المراجعه النهائيه، مع ان كان فاضل وقت صغير، ولكن لحقت احل النماذج الاسترشاديه والسنين السابقه وشوامل الكتب كمان. كتب المدرسين بتاع ليالي الامتحان دي اكبر خدعه. السلام عليكم، ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ اكتر فتره دلوقتي انت خلاص محتاجها ومحتاج تكون مظبط كل حاجه فيها، لان انت خلاص كلها اسبوعين ان شاء الله وبتكون على مشارف الامتحانات. انت امتحاناتك هيعتبر هتبدا يوم 15، وقبلها طبعا انت بالظبط هتبدا على مثلا يوم 14 يوم 13 مذاكره المواد اللي ما بتضافش. فمن النهارده 1/6 لحد مثلا يوم 14 اخر اسبوعين في ثانويه عامه. وطبعا معظمكم عنده مشاكل، زي مثلا ان هو ما حلش اصلا نماذج استرشاديه، وكان مهمل مثلا في اجزاء معينه وحاجات كتيره لسه بيراجعها. فتعالى بجد والله هقول لك على خطه بالظبط هنمشي عليها كده مع بعض معانا الاسبوعين دول، وهخليك تحل كل النماذج الاسترشاديه وكمان تحل اهم شوامل في الكتب. يعني بمعنى اصح تعمل الفتره دي كده بالظبط علشان ما تحسش انت كنت مقصر وتدخل الامتحان ان شاء الله وانت مظبط الدنيا. وزي ما قلت هقول لك على الخطه كده ان احنا هنمشي عليها بالظبط، وكمان هقول لك على كتب المراجعه اللي بتنزل في ليالي الامتحان بتاع المدرسين الاونلاين، هل تجيبها ولا لا، والاسئله بتاعتها كويسه ولا لا. فما تنساش اللايك والاشتراك في القناه علشان كل الفيديوهات اللي جايه ان شاء الله تفيدك. بص خليني اكلمك كده الاول على الخطه، ان معظمكم ما حلش لسه شوامل. فانا زي ما قلت انا قعدت احط مع نفسي كده خطه، وربنا يعلم هي خدت مني وقت قد ايه عشان اظبطها لكم واخليها في نفس الوقت في مقدره اي حد فيكم ان هو يعملها. وانا كنت اتكلمت على الخطه دي في الفيديو اللي فات، ولكن فيها شويه تعديلات، فانا هقول لك الخطه كده سريعا، الا وهي ان انت من يوم 1 لحد يوم ان شاء الله 13 او يوم 14 هتكون بتحل شوامل، والشوامل دي انا هظبطها لك ان هو قلنا هنثبت كل يوم 2 عربي وكل يوم 2 انجليزي، ويوم هنحل في 2 مثلا، النهارده مثلا 2 كيمياء وواحد احياء وواحد فيزياء، بكره هيبقى 2 عربي ده كده كده ثابت زي ما انا قلت، وكمان 2 انجليزي دول ثابت زي ما انا قلت. نيجي بقى الكيمياء احنا حلينا فيها 2 امبارح، هنحل فيها واحد النهارده، ونحل في الفيزياء 2 وفي الاحياء واحد. اليوم الثالث نحل 2 عربي و2 انجليزي، واحد كيمياء و2 احياء واحد فيزياء. يعني الخطه دي بالظبط انا كنت كاتبها لك وعاملها لك كده في جدول، وقلت ابعتها لك على جروب التليجرام، هتبقى معاكم كده ايه يوم بيوم علشان ان شاء الله تظبطوا فيها كويس جدا. ولكن يا صديقي في تعديل كده مهم جدا انا حبيت اقوله لكم بالنسبه للنماذج الاسترشاديه، ان احنا كنا نبدا بالنماذج الاسترشاديه، لان انا فعلا كنت فاكر النماذج الاسترشاديه غالبها فيها افكار كتير، ولكن بجد انا سمعت مدرس، وعشان كده يعني اعتبر عملت الفيديو ده تصليحا للي فات. انا اقول لك نفس الخطه هي وان شاء الله هتحل كم كبير من الشوامل الفتره دي لو انت مشيت على الخطوه دي. وزي ما قلت تاني هسيب لك اللينك بتاع التليجرام في الكومنتات، ما تنساش تدخل فيه، هبعت لكم يوم بيوم كده ونتابع مع بعض الخطه دي، هبعت لكم كل يوم كده ايه، اقول لك مطلوب منك تحل كذا وكذا، اقول لك الشوامل من كتب ايه. والله دي بجد ربنا يعلم ان الشوامل دي اهم من اي حاجه. فانا كنت سمعت مدرس كان بيتكلم عن النماذج الاسترشاديه بتاع الكيمياء، وقال ان مفيش ولا نموذج استرشادي منهم فيها اسئله اللي هي اسئله عليه. وانا بصراحه مش الغرض ان انا احط لك كم معين واقول لك والله انت تحل كل النماذج الاسترشاديه وفي الاخر اكون بضحك عليك، لا طبعا. نفس الخطه زي ما قلت زي ما هي، ولكن هتكون من كتب معينه، والكتب دي ربنا يعلم ان انا والله فعلا مختارها لان بجد اكتر شوامل اللي هتنفعك، والشوامل بتاعتها فعلا مش سهله. احسن ما تقعد دلوقتي تحل في النماذج الاسترشاديه سهل 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 سهل، وفي الاخر تدخل الامتحان وانت بتراضي نفسك وتقول لي انا حالل مثلا 20 شامل وانت في الاخر يعتبر مش حالل. ببساطه كده زي ما قلت مش لازم تضحك على نفسك وتقعد تحل في حاجات سهله وانت عارف ان هي سهله. انا بجد ما كنتش اعرف ان النماذج الاسترشاديه غالبا ما فيهاش افكار، واول ما عرفت حبيت اعرفك اهو. طبعا في بعض المواد اكيد فيها افكار، ولكن انا بكلمك في المعظم. فبالله عليك مش هنروح نسيب كتب معينه كده وكتب بجد صعبه وهتعودك على امتحان اخر السنه وتروح تمسك في النماذج الاسترشاديه دلوقتي. هل مش هنحلها؟ لا طبعا هنحلها، ولكن انت في ليالي الامتحان كده كده بتحل شوامل، فانت مثلا خلال ال 13 يوم دول هخليك تحل مثلا ايه 3 4 نماذج الاسترشاديه، والباقي طبعا من ال 12 نموذج الاسترشادي هخليك تحلهم ان شاء الله في ليالي الامتحان. والفتره دي بما ان انت محتاج فعلا شوامل تنفعك، فزي ما قلت انا ايه هقول لك على شوامل كده بتاع كل يوم، واقول لك تحلها من كتب ايه. وبجد والله عشان ما تقعدش تحل من كتب سهله، انا قلت لك في العربي حاول تحل من كتاب كيان وكتاب بيان، في الانجليزي ممكن ماي فريند او اي كتاب كويس، في الكيمياء ممكن مندليف والامتحان، في الفيزياء الامتحان ونيوتن، في الاحياء الامتحان والتفوق. فبالله عليك حاول تستغل بجد الكتب دي في الشوامل، ربنا يعلم ان انا حليت الكتب دي فعلا ودخلت والله الاسئله بتاعتها فعلا كانت بتعودك وبتاهلك على اخر السنه. طبيعي ان انت هتلاقي صعوبه فيهم لان زي ما قلت هي مش شوامل صعبه، ولكن على الاقل لما انت تقابل الصعوبه دلوقتي هتستريح ان شاء الله في ليله الامتحان، تخرج كده من كم افكار كبير وبتجمعه كده هتلاقي الافكار دي بتلمت لك الماده، وكمان بتديك افكار كتيره تنفعك في ليله الامتحان. وبما ان تظبيط الشغل اهم من الشغل، فمش مجرد انت تحل شامل وخلاص. انا زي ما قلت لك ايه، اما انزل لك كده كل يوم ولا المفروض تحل منك كام شامل كده، وانت تيجي في اخر اليوم ربنا يكرمك وتحلهم. يعني حاول تحله زي امتحانات اخر السنه بالظبط. كنت قلت لك برضو ان انت المفروض تحله بتايمر، اظبط وقت جنبك كده بعد ما تتعلم الامتحان وخلاص، يعني حلته بنفسك تماما ما اعتمدش مثلا على اليوتيوب، بعدها بقى تبدا تشوف الاخطاء بتاعتك، علمت يا عم من الاجابات لقيت عندك شويه غلطات، بالله عليك الغلطات دي اوعى تسيبها. يا عم تعالى كده بكشكول جنبك اكتب مثلا الشامل الاول احياء،
واكتب والله أنا الافكار فكره 1 و2 و3، واكتب الافكار اللي انت خرجت بيها والاسئله اللي انت غلطت بيها. هتلاقي نفسك بعد ما عملت كده الاسبوعين دول طلعت بكم افكار كبيره جدا. ان شاء الله برضه على التليجرام كده هحاول اشوف طريقه ان معظمكم بعد ما يجي ويطلع بالافكار دي ابعت لكم الافكار بتاع زمايلكم برضه ان هم حلوا الشوامل دي، وربما انت تقرا الافكار دي وتلاقي نفسك في افكار انت ما كنتش كاتبها وتستفيدوا اكتر. بيجي بقى مني كتير منكم بيسال على كتب المدرسين بتاع ليالي الامتحان. يعني المدرسين بينزلوا كتب في ليالي الامتحان كده في الفتره دي، وطبعا معظمكم بيجري ويشتريها. بص انا هقول لك حاجه، يعني هي مش كتب خارقه للدنيا ولا حاجه، وان هو مثلا جه اخترع حاجه في ليالي الامتحان، لا كتب عاديه زي الكتب بتاعتهم الاولانيه وزي الكتب الخارجيه والدنيا عادي تمام. فانت لو معاك كتب دلوقتي وانت لسه ما خلصتهاش حل، بالله عليك ما تروحش تجري وتروح تجيب الكتب دي، ده هيكون تضييع وقتك وتضييع فلوسك ويعني وكل حاجه كتير. انت لو خلصت الكتب اللي معاك وخلاص خلصتها وظبطت الشغل اللي فيها، روح اشتري كتب المدرسين دي. لكن بالله عليك ما تكونش لسه معاك كتب قد كده واول ما ينزل كتب المدرسين تروح تشتريها. طيب المفروض اصلا تكون انت بتعمل ايه الفتره دي؟ حاجات بجد انا خدت بالي منها ان معظمكم لسه بيعملها، في كتير منكم لسه بيروح دروس لحد دلوقتي. ده بالله عليك بلاش دروس خلاص، يعني فاضل زي ما قلت كلها اسبوعين على الامتحانات، فدروس ايه اللي انت بتروحها يعني؟ المدرس هيضيف لك ايه جديد؟ الفتره دي اعتمد على نفسك علشان ما تجيش تاني في الامتحان تقول انا ما حلتش شوامل خالص، انا ما حلتش، انا ما عملتش. الفتره دي زي ما قلت لك اعتمد كده على نفسك جامد وامشي على الخطه اللي انا كنت حاطها لك دي، هتلاقي نفسك والله حليت كام شوامل كتير. طيب انت في اجزاء معينه لسه اصلا ما خلصتهاش في المنهج او لسه مثلا بتراجعها، خلصها دلوقتي وبعد كده حاول تلتزم بالخطه بتاع الشامل اللي انا قلت لك عليها. يعني والله فاضل لك مثلا فصل معين في الحديث، امسك يا عم الفصل ده خلصه في 3 4 ساعات، بعدها امسك الخطه اللي انا كنت قايل لك عليها وحاول تحل قدر الشوامل الكبير. ما تفضلش بجد بالله عليك تايه هنا وتتنطط من هنا وهنا وتضيع وقت. بص يا صديقي حبيت اكلمك كده على الكام نقطه دول سريعا، وحابب ان انت تلتزم بالخطه دي، بالله عليك التزم بيها سواء علم علوم او علم رياضه او ادبي. نفس الجدول هو يعني ما تخترعش نفس الجدول هو انت عندك عربي وانجليزي وفي مواد كتيره مشتركه، حط نفس المواد هو لو انت علم رياضه شيل الاحياء وحط الرياضه، ولو انت ادبي شيل الاحياء والكيمياء وحط اي مواد تانية وبس. التزم بالخطه دي بجد بالله عليك، والتزم بالشامل اللي انا قلت لك عليها. الكتب اللي انا قلتها مش سهله ولكن بجد امتحان 2025 ما حدش قال لك ان هو هيجي سهل وتافه، انت في نظام جديد فانت مضطر انت تتعود على الحاجات الصعبه من دلوقتي. وبس يا صديقي ربنا معاكم ان شاء الله، ما تنساش اللايك والاشتراك في القناه وتفعل زر الجرس عشان يجي لك كل الفيديوهات الجايه. سلام.